دلوقتي يا شباب وحشتوني، عاملين ايه؟ انا عارفه ان انا يمكن شويه بفكر فيكم، فمن كتر ما انا بفكر فيكم قررت ان انا اعمل لكم تدريبات على خرائط التاريخ. عشان بس تبقوا مركزين. خرائط التاريخ دي مهمه جدا جدا عشان في ناس كتيره ما بتجيبش سيرتها وما بتتكلمش عنها، فركز معايا عشان وانا بشتغل خرائط التاريخ هتلاقيني بحكي لك الاحداث التاريخيه. فبالراحه ركز معايا ويلا بينا يلا بينا. بص يا سيدي، بيقول لحضرتك امامك خريطه لاكتشاف طريق مهم في نهايه القرن ال15. اجب عما يلي. يبقى في قطعه كده مكتوبه لك وعايز بقى حضرتك تجاوب عما يلي. طيب يلا بينا بقى يا عم، يلا بينا يا عم نجيب لون كده مختلف ونجيب مثلا بلو ازرق. اسم الطريق ومن الدوله التي اكتشفت هذا الطريق. يبقى هو حاطط لك سؤالين في سؤال. اسم الطريق اسمه رأس الرجاء الصالح. حلو الكلام، شرط. ومن الدولة التي اكتشفت هذا الطريق؟ مين الدولة دي؟ البرتغال. حلو الكلام. اللي بعديه، ما النتائج المترتبة على اكتشاف هذا الطريق؟ لما البرتغاليين اكتشفوا طريق رأس الرجاء الصالح ايه اللي حصل؟ قال لك تدهورت الأحوال الاقتصادية لدولة المماليك. يبقى أدى إلى تدهور الأحوال الاقتصادية لدولة المماليك. اللي بعده، اسم المعركة التي دارت بين الدولتين عام 1509 وما النتائج المترتبة عليها؟ المعركة اللي دارت بين البرتغال وبين المماليك كانت اسمها معركة ديو البحرية. حلو الكلام. طب ايه النتيجة المترتبة عليها؟ أدى إلى تحطم الأسطول المملوكي. يبقى راح كاتب كده أدى إلى هزيمة المماليك وتحطم أسطولهم. وتحطم ايه؟ أسطولهم. سهلة؟ سهل. بعد كده أمامك خريطة للمعارك العثمانية المملوكية اللي قامت بين العثمانيين والمماليك. أجب عما يلي. ما اسم الإمارة التي استولى عليها العثمانيين؟ الإمارة اللي أخذها العثمانيين اسمها إمارة ذي القادر المملوكي. اسمها إمارة ذي القادر المملوكي. تمام. طيب قارن بين المعركة الأولى والثانية من حيث القائد والنتائج. أنا عندي خد بالك معايا معركتين قامت ما بين العثمانيين والمماليك. الأولانية اسمها مرج دابق والثانية اسمها الريدانية. فأنا في الموضوع ده أو في الامتحان المفروض إن أنا بعمل إيه؟ بعمل جدول. فتعالوا يلا نكمل. هنعمل إيه بقى؟ هنعمل جدول. نعمل جدول كده، لازم نعمل الجدول ده يا شباب في الامتحان. اهو نقسم الجدول 3 عواميد، عمود صغير وعمودين كبار، ونشد خط ونكتب هنا معركة مرج دابق والناحية التانية نكتب معركة الريدانية. هو عايز السؤال من حيث القائد والنتائج. طيب هنروح كاتبين هنا القائد ونشد خط. مين القائد في مرج دابق؟ السلطان الغوري ضد سليم الأول. ده بالنسبة لمرج دابق. طب في الريدانية خلاص، تومان باي ضد سليم الأول. حلو الكلام. يلا بينا النتائج. مرج دابق ايه اللي حصل؟ قال لي 1 هزيمة المماليك وانتصار العثماني. 2 أصبحت الشام ولاية عثمانية. حلو الكلام. يلا اللي بعده، النتائج في الريدانية. هزيمة برضو المماليك وانتصار العثمانيين وأصبحت مصر ولاية عثمانية وانتهت دولة المماليك. انتهت دولة المماليك تماما. يبقى ده كده بالنسبة ايه للمقارنة. يلا نرجع. يبقى احنا كده عملنا المقارنة. نيجي بقى، لماذا اتجه السلطان سليم الأول أو السلطان العثماني للفتوحات ناحية الشرق؟ احنا قلنا يا جماعة لما يجي لي سؤال في الامتحان يقول لي بما تفسر قرر سليم الأول الاتجاه بفتوحاته نحو الشرق، هقول له عشان حاجتين. لأن سليم الأول يدرك أن أوروبا أقوى منه عسكريا وحضاريا، عشان كده ما راحش ناحية أوروبا والغرب. 2 هو يريد مصر قلب العالم الإسلامي، فراح كاتباله كده. يبقى
لأن سليم الأول يدرك أن أوروبا أقوى منه عسكريا وحضاريا، وهو يريد مصر قلب العالم الإسلامي. تمام؟ طيب يبقى دي أول خريطة عندنا في التاريخ. نكمل مع بعضين. أمامك خريطة لخط سير الحملة الفرنسية عام 1798. أجب عما يلي. اسم الميناء التي تحركت منه الحملة. احنا قلنا يا جماعة ميناء طولون. ماشي؟ ادي الحملة الفرنسية وادي القائد نابليون، حملة وخارجة في سرية طالعة من ميناء طولون. تمام. كيف قام نابليون بتجهيز الحملة؟ عمل 3 حاجات. أول حاجة تجهيز وإعداد الجيش. وإعداد الجيش. رقم 2 بعد ما جهز الجيش عمل إيه؟ راح. تمام؟ رقم 2 راح اصطحاب علماء وفنانين. قلنا الراجل ده جاب علماء وفنانين عشان يدرسوا أحوال مصر ويعرفوا يستغلوا مواردها. رقم 3 إحضار مطبعتين، مطبعة فرنسية والأخرى عربية، علشان يطبعوا المنشورات للأهالي. يبقى نابليون وهو جاي ما جابش جيش بس، لا ده جاب علماء وفنانين وكمان جاب معاه مطبعتين. طيب كانت المقاومة بمدينة الإسكندرية بزعامة محمد قري. ادي محمد قري، والذي قتل بالإعدام بالرصاص، رميا بالرصاص. يعني هو عايز حضرتك تقول له هو الراجل ده مات ازاي. تمام؟ طيب بعد كده أمامك خريطة للحملة الفرنسية على بلاد الشام. أجب عما يلي. بص يا صاحبي، ما هي أهداف الحملة على الشام؟ لما نابليون طلع بحملة على الشام، هو طلع بحملة على الشام ليه؟ عشان عرف التحالف العثماني الإنجليزي الروسي، وإن هم ال3 قرروا إن هم يجيبوا حملتين، حملة بحرية عن طريق جزيرة رودس، والتانية حملة برية هتجيله من الشام. فقال لك ايه ده، انا بحكي لك الحدود. قال لك اروح اتغدى بيهم قبل ما يتعشوا بيا، اروح اهجم عليهم بدل ما ادافع عن نفسي. فهو يا جماعة هدف الحملة على الشام هدفها التصدي للحملة البرية القادمة من الشام. يبقى هو عايز يتصدر الحملة البرية اللي كانت الدولة العثمانية معاها روسيا وانجلترا. حتى انا كنت بغنيها لكم في السنتر، بقول لكم ايه لو حد يعني فيكم بيفتكر الاغاني بتاعتي، بتقول ايه؟ جات الدولة العثمانية معاها روسيا وانجلترا، اتفقوا يخرجوا فرنسا عن طريق حملتين، الاولى من رودس تيجي والتانية من الشام تيجي. نابليون ما استناش، اصله مركز مش بينام، طلع بحملة عالشام، اصله فايق مش بينام، اخد عريش وغزة وحاصر يافا يا سلام، امنهم على الارواح وذبحهم اصله سفاح، دخل بعديها على عكا وحاصرها حيصر شديد، بس معرفش يدخلها اصل الجزار عنيد، بمساعدة اسطول البريطاني بالمؤن وكمان زخائر، رجع نابليون على مصر آفاه بيأمر عيش. تعالى بقى كده، يبقى ما تفسر فشل الحملة الفرنسية على بلاد الشام، اروح اقول له ايه؟ لان نابليون فشل في دخول عكا، فشل في دخول عكا. فبما انه معرفش يدخل عكا ليه؟ بسبب استبسال وشجاعة اهلها بقيادة احمد باشا الجزار ومساعدة الاسطول البريطاني بالمؤن والذخائر. نيجي بعد كده، امامك خريطة تمثل مجيء حملة انجليزية عام 1807. اجب عما يلي. من قاد الحملة الانجليزية 1807؟ فريزر. جت الحملة ليه؟ عشان 3 حاجات، تخلع محمد علي وتحتل مصر وتعين محمد الألف. ايه اللي انا عملته ده؟ ثانية واحدة. يلا اروح كاتب له كده: لاحتلال مصر شرط خلع محمد علي، تعيين محمد بيك الألفي. طيب بما تفسر فشل الحملة فريزر. فاكرين الأغنية اللي كنت بغنيها؟ رشيد حماد ادوله بالحل. أروح كاتب له كده: بسبب مقاومة أهالي رشيد والحماد، بسبب مقاومة أهالي رشيد والحماد ما خلوش فريزر يعرف يخش ما خلوش فريزر يعرف يخش لا رشيد ولا الحماد. يلا السؤال اللي بعده. أمامك صورة خريطة توضح الحروب الوهابية عام 1811 ل 1819. إيه الهدف من الحروب الوهابية دي؟ أنا كنت غنيت برضو أغنية طول ما أنا كده قاعدة بقعد أغني لك الأغاني عشان حضرتك تفتكر.
الحروب الوهابية يا صاحبي عشان بس تبقى انت فاهم اغنيتها ايه، تمام؟ بص بقى، الحروب الوهابية تمام في شبه جزيرة عربية بتهدد نفوذ الدولة العثمانية. تاني، يبقى اللي بيحصل الحركة الوهابية في شبه جزيرة عربية بتهدد نفوذ الدولة العثمانية. يبقى ايه اللي حصل؟ راح السلطان العثماني اتصل بمحمد علي قال له بليز الحركة الوهابية الحركة الوهابية في شبه جزيرة عربية بتهدد نفوذ الدولة العثمانية. يبقى هو رايح ليه؟ الهدف من الحروب القضاء على الحركة الوهابية التي تهدد نفوذ الدولة العثمانية. يبقى طيب، والحركة الوهابية مركز انتشارها، ما انا لسه مغنياه، في شبه جزيرة عربية. الحركة الوهابية في شبه جزيرة عربية بتهدد نفوذ الدولة العثمانية. طيب، اذكر حرب اخرى خاضها محمد علي بأمر من السلطان. بص يا صاحبي، هم حربين خاضهم بأمر السلطان، شبه جزيرة عربية واليونان. وحرب ايه؟ اليونان. وفي حربين كانت بمزاج محمد علي، السودان والشام. اتفقنا. يبقى امامك خريطة تمثل حدود مصر اثناء حكم محمد علي. في ضوء الخريطة وضح كيف محمد علي بالاسطول. بص يا صاحبي، محمد علي بنى اسطولين. بنى ايه يا وزة؟ اسطولين في البحر الاحمر والبحر المتوسط، وانشأ ترسانة بحرية في بولاق واسكندرية، وعمل ترسانة بحرية لصناعة السفن في بولاق، الاولانية في بولاق ثم بعد كده فين؟ في الاسكندرية. طيب، بما تفسر عقدت الدول الاوروبية مع محمد علي معاهدة لندن؟ عشان أدركت إن محمد علي خاطر على التوازن الدولي. أدركت، يبقى لأن الدول الأوروبية مالها يما؟ أدركت أن محمد علي ماله؟ خطر على التوازن الدولي. تمام؟ اللي بعده، أمامك خريطة توضح بداية إنشاء السكك الحديدية بمصر من الإسكندرية حتى أسوان. في ضوء العبارة في عهد من حكام مصر تم إنشاء هذا الخط. تعالى نفتكر كده أغنية الناس دي. عباس باشا الأول صلح الطريق من القاهرة للسويس، عمل سكك حديدية من القاهرة اسكندرية. ماشي، حلو. يبقى في عهد من حكام مصر تم انشاء الخط اللي هو من القاهره لاسكندريه كده، تمام؟ عباس وشرطه سعيد. ليه بقى؟ لان سعيد ايه؟ كمل خط سكه حديد من القاهره اسكندريه، عمل خط سكه حديد من القاهره للسويس. يعني انت لو مش عايز تكتب عباس ما تكتبش عباس، خليك في سعيد، مفيش مشكله عادي. وضح. السؤال ده دلل، ده اول سؤال دلل وبما تفسر في الدرس بتاع خلفاء محمد علي اللي احنا ما بنفتحوش وبنلطم لما بنشوفه. السؤال بيقول لحضرتك وضح كيف لم يكن خلفاء محمد علي على نفس شاكلته من حيث القوة والوعي. العيلة دي كانت خلفاء محمد علي دول يا جماعة ما كانوش بقوة محمد علي. ليه؟ قال لي بص يا أبلة، الناس دي لم يثبتوا كفاءتهم في حكم البلاد. 1. 2. صدمهم التدخل الأجنبي والموجة الغربية في الوقت الذي لم يمتلك بأي واحد فيهم الكفاءة على إدارة البلاد. 3. منهم من كان يميل لإنجلترا ومن كان يميل لفرنسا ومن كان يميل للدولة العثمانية على حساب مصر. يبقى تاني كم حاجة يا صاحبي؟ 3. 1 لم يثبتوا كفاءتهم في حكم البلاد. يلا، لم يثبتوا كفاءتهم في حكم البلاد. يلا، لم يثبتوا كفاءتهم في حكم البلاد. 2. صدمهم التدخل الأجنبي. صدمهم التدخل أو الموجة الأجنبية في الوقت الذي لم يمتلك أي شخص فيهم القدرة على إدارة البلد. يبقى 1. يلا، لم يثبتوا كفاءتهم في حكم البلاد وصدمهم التدخل الأجنبي. منهم من كان يميل، تأرجحوا
ومنهم من كان يميل لفرنسا، انجلترا، الدولة العثمانية على حساب مصر. تمام؟ يبقى 3 نقط مهمين يا صاحبي. يلا بينا. امامك خريطة تمثل قناة السويس في ضوء العبارة او الخريطة: في عهد من حكام مصر تم البدء في الاعمال؟ في عهد سعيد. كمل بقى بقية السؤال: وفي عهد من تم افتتاح القناة؟ في عهد اسماعيل. يبقى انا عندي واحد سعيد والتاني اسماعيل. دلل. كانت شروط حفر قناة السويس مجحفة لمصر والمصريين. خد بالك انا عندي كذا شرط. 1 80% من العمال المصريين، ده شرط زبالة. يعني لما ياخدوا كل المصريين من عندنا، امال انت هتعمل ايه؟ لا هتعمل ايه يا ديليسيبس؟ في الاخر لينا 15% من الارباح. 3 تتنازل الحكومة عن الأراضي، تتنازل الحكومة عن الأراضي مجانا لشركة قناة السويس. خد بالك بقى الثالثة: خلاص تفرض الشركة ما تشاء من رسوم على قناة السويس. يبقى أنا عندي 80% من العمال مصرية، 15% من الأرباح مصرية، والحكومة هتتنازل عن الأراضي مجانا، والشركة هتفرض الرسوم زي ما هي عايزة. تاني: 80% من العمال المصرية، 15% من الأرباح مصرية، والحكومة هتتنازل عن الأراضي مجانا، والشركة هتفرض الرسوم زي ما هي عايزة. يلا. أمامك خريطة تمثل قناة معارك المصريين الإنجليزية عام 1882 في ضوء الخريطة. أجب عما يلي: ما النتيجة المترتبة على مظاهرة عابدين؟ مظاهرة عابدين اللي عملها عرابي دي توفيق، وكانوا طالبين منه عزل رياض باشا، تشكيل مجلس نواب، وزيادة عدد الجيش ل 18,000. النتيجة المترتبة اللي تم الموافقة على مطالب الشعب وتم عزل مين؟ اللي تم عزل رياض باشا وتعيين مين يا خالي ابو حمادي؟ تعيين تعيين شريف باشا. يبقى تم عزل رياض وتعيين شريف وتم تشكيل مجلس نواب. طيب السؤال اللي بعديه: بما تفسر فشل الثوره العربيه؟ يا لهوي السؤال ده ب6 نقط. واحنا محتاجين نذاكره يا خراشي يعني ياما. بص بقى، الثوره العربيه فشلت ليه؟ تعالى بالراحه كده اشرحها لك وبعد كده نقعد نكتب. بص يا صاحبي، عدم تكافؤ القوة العسكرية الإنجليزية مع الجيش المصري. يعني الجيش الإنجليزي كان أقوى مننا، ده 1. 2 خيانة ديليسيبس لأحمد عرابي. 3 منشور السلطان العثماني بعصيان أحمد عرابي. يبقى كام حاجة كده يا رابي؟ 3. 4 خد بالك بقى من الرابعة: عدم إدراك عرابي أهمية التعبئة الشعبية. يعني عرابي ما أدركش وما ركزش إنه يزود الجيش بالشعب. 5 ميول بعض عناصر الجيش المصري اللي هم الشباب اللي بتحارب، ميولهم كانت لمين؟ لبريطانيا وللملك. يعني حتى هم ما كانوش بيحاربوا من قلبهم. 6 كل الظروف الدولية كانت ضد الحركات الوطنية. أتمنى تكون فاهمها. تعال نقولها تاني بالراحة. 1 عدم تكافؤ. هنكتبها كده بقى. تعالى نكتبها فين؟ تعالى كده بص اهو، نكتبها هنا اهو. نشد خط كده ونكتب اهو. 1 عدم تكافؤ القوة العسكرية الإنجليزية وضعف الجيش المصري. 2 خيانة ديليسيبس. 3 إصدار السلطان العثماني منشور بإعلان عصيان عرابي. 4 عدم إدراك عرابي أهمية التعبئة الشعبية. أنا كده قلت لك كام؟ 4. 5 ميول بعض عناصر الجيش لبريطانيا والملك. 6 الظروف الدولية لم تكن في صالح الحركات الوطنية. تمام؟
تمام، يلا نكمل، يلا بينا. يبقى احنا كده جاوبنا بما تفسر فشل الثوره العربيه. في رايك ما موقف، في رايك من موقف السلطان العثماني قبل معركه التل الكبير؟ والنبي خذلنا ما كان ليه وقت خالص ولا مناسبه انه يعمل اللقطه دي على الغلبان احمد عرابي، فاكيد الكلام ده مش هيعجبني. وما دام قال لي ما رايك اروح اقول له لا يعجبني موقف السلطان باصدار منشور بعصيان عرابي لأنه أضر بالروح المعنوية للجيش المصري، والجيش المصري دخل وروحه المعنوية ضعيفة ودخلوا اتهزموا يا اخويا في التل الكبير واتقتل محمد عبيد. ما ارتحتش واتهديت غير لما يعني الواد جاب أجله. اسم الضابط الذي استشهد أثناء معركة التل الكبير أنا لسه بقول لحضرتك اسمه ايه يا معلم؟ محمد عبيد. تمام، يلا بينا. أمامك صورة خلاص تمثل ثورة 1919. تعالى بس ايه كده، عمنا سعد زغلول اهو. قول لي عاملين من عوامل قيام الثوره. تعالى يا باشا انا اقول لك 3 عوامل واغنيهم لك كمان وانت اكتب الاثنين اللي انت عايزهم. يلا بينا، يلا. ازدياد الوعي القومي عند المصريين، الاجراءات العنيفه فعلتها بريطانيا، اعلان الرئيس الامريكي ويلسون مبدا حق تقرير المصير. قلت لك كام حاجه؟ 3. يلا بينا نغنيه. يبقى تاني، ازدياد الوعي القومي عند المصريين، ازدياد الوعي القومي عند المصريين، شد. الإجراءات العنيفة فعلتها بريطانيا، الإجراءات العنيفة فعلتها بريطانيا، إعلان الرئيس الأمريكي ويلسون مبدأ حق تقرير المصير، مبدأ حق تقرير المصير. يلا. كيف حققت ثورة 1919 الوحدة الوطنية بين أبناء الأمة المصرية؟ تكاتف واتحد كل فئات الشعب المصري من عمال وفلاحين وأقباط ومسلمين. يبقى تحالف وتكاتف واتحد. قول جمل كده تحسسنا ان احنا كلنا يابا ايد واحدة. العمال والفلاحين والموظفين والأقباط والمسلمين كله يابا نزل، يابا كله واقف جنب سعد زغلول. ماشي. ماذا أطلق على أول وزارة برلمانية قام سعد زغلول بتشكيلها؟ وزارة الشعب. طبعا اسمها وزارة الشعب. وزارة سعد زغلول دي يا إما بيسموها وزارة برلمانية عشان هي تبع البرلمان، يا إما بيسموها وزارة الشعب. يلا بينا. أمامك صورة تمثل مظاهرة عابدين سبتمبر 1881. في دول الصورة المقابلة أجب وضح مطالب عرابي وزمايله في ثورة عابدين. أنا بحبها قوي الحتة دي. 3 حاجات: عزل رياض باشا، تشكيل مجلس نواب، وزيادة عدد الجيش ل 18,000. يلا ورايا. عزل رياض باشا، تشكيل مجلس نواب، وزيادة عدد الجيش ل 18,000. يلا ورايا. عزل رياض باشا، تشكيل مجلس نواب، وزيادة عدد الجيش ل 18,000. اللي بعده: ما النتيجة المترتبة على هذه الوقفة؟ استجاب توفيق وتم عزل رياض زي ما قلنا، وتعيين شريف باشا، وتشكيل برلمان. اتعمل مجلس بقى برلمان. يلا بينا. برضو نفس الفكرة. أمامك صورة لحفل قناة السويس عام 1869. تأمل الصورة. الله، جميلة. وأجب عما يلي. وضح شروط حفر قناة السويس مجحفة لمصر المصريين. أنا لسه قايلاه. يلا. 80% من العملة المصرية، 15% من الأرباح مصرية، والحكومة هتتنازل عن الأراضي مجانا، والشركة تفرض الرسوم زي ما هي عايزة، تفرض الرسوم كما تشاء. في عهد من حكام مصر تم افتتاح قناة السويس؟ اهو الخديوي اسماعيل. ثانية واحدة اكتب لكم love you، يعني بحبكم جدا 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 جدا، مس مارينا عاطف. بصوا بقى يا شباب، احنا كده خلصنا الخرائط التاريخية. بص بقى وركز معايا.
حصه ليله الامتحان بتاعه اي محافظه من محافظات مصر انا هنزلها على المنصه بتاعتنا ان شاء الله. حصه يا جدعان فيها ايه؟ شرح وحل بالتفصيل الممل، يعني حوالي 7 محافظات، بحل معاك 7 محافظات بجد، وانا بقى بشرح لك بقى المنهج كله بالتفصيل بما يرضي الله، وهقول لك على التريكات والحاجات بتاعتي. فانت لو عايز تتفرج علينا وتحضر حصه ليله الامتحان، ودي حصه مهمه جدا مش عايزه اقول لك يعني، هتلاقوها موجوده على المنصه ان شاء الله. بسيب لكم لينك المنصه كده عشان تدخلوا عليها وتدخلوا بياناتكم وتشتركوا معانا وتتفرجوا علينا. ويلا بينا، عايزاكم تذاكروا عشان انا واثقه ان انتوا هتقفلوا الدراسات. معاكم اسمارينا عاطف مدرسه التاريخ والجغرافيا، بتحبكم جدا جدا جدا. يلا بينا يا شباب، باي باي.